هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل تكون بخير وانتم تشاهدون فيديونا لهذا اليوم. احب اعايدكم واقولكم كل عام وانتم بألف ألف ألف خير. يا ربي سنة جديدة علينا وعليكم تتم بالخير والعافية يا الله، وتبعد علينا البلاء والوباء علينا وعلى العالم كله يا الله. سنة خير علينا وعليكم ان شاء الله. حبايبي، هذني كيكات رأس السنة حبيت انزلهن وتشوفون الموديلات، لانه ما قدرت امنتج الفيديو وانزل لكم اياه ولو تاخرت، لان اكلتها مرضى. تعبت، الشغل تعبني مال كيك رأس السنة، كلش تعبت لان اني كله فوق اشتغلت واكلتها مرضى. فتعرفون الفيديوهات راد الواحد يقعد يمنتجهن ويلا ينزلهن على القناة. فاني البارحة قعدت صفيت اموري، قعدت سويت المونتاج، واليوم يلا قدرت انزل الفيديو. اكو عالم تشتغل بالكيك، فحبيت انزل هاي الموديلات ياخذون افكار عن الموديلات مال الكيك. ان شاء الله تعجبكم. طبعا هاي الكيكة كلش عجبتني كلش، مو كودن انا اشتغلتها، لا بس هاي اول مرة يعني ما اعرف، يعني كلش حبيتها هاي الكيكة البيضة. ان شاء الله تعجبكم حبايبي هاي الكيكات اللي اني اشتغلتهن، بيهن موديلات دزول ياهن واشتغلتهن، بيهن افكار من بالي طلعتها واشتغلتهن، والحمد لله شكل وطعم الحمد لله والشكر. طبعا اني هواية ضغطت على روحي، لان اني من اشتغل الكيك ما اشتغله قبل شهر اشوي، لا والله الله شاهد على كلامي. اشتغل قبل رأس السنة هيك تقريبا ب5 ايام 6 ايام ابدي اشوي واذب بالثلاجة. طبعا يبرد اقطعه واذبه بالاكياس وبالثلاجة وبالمجمدة. وقبل رأس السنة بيومين ابدي احشي وابدي ازين، فصار علي ضغط كلش قوي. تعبت يعني تصوروا للصبح ما انام، والله للصبح ما انام. زين، والحمد لله والشكر طلعا عندي ذني الكيكات، وان شاء الله تعجبكم. هاي الاستيكرات طبعا اشتريتهن من السوق كلش حلوات. هاي مال العام، هاي اللي لازقتها جوا، بس ذني الفوق الشجرات هذا الاستيكر بالنص لا اشتريتهن هاي السنة كلش حلوات، تقعد على الكيكة مميزة مال رأس السنة تطلع. هذني الكيكات اشتغلتهن قبل رأس السنة باسبوع، وبيهن قبل شهر مشتغلتهن. هذه الحمرة تقريبا شهر مشتغلتها. حافظتهم كلهم بالجهاز، وحبيت انزلهم بالفيديو على مود اهل الكيك اللي يشتغلون ياخذون افكار موديلات عن الكيك. ان شاء الله عجبكم حبايبي هاي الموديلات. هذه همينة مال عيد ميلاد اشتغلته، وهذه اشتغلتها هدية للمعلمة مال اولادي، الف عافية. وهذه مال رأس السنة الحمد لله والشكر. هاي اشتغلتها برأس السنة، اشتغلت منهن 2 نفس اللون، ووحدة لون ام الشجرة اللي طلعت لكم بالبداية. هم ما توقعت والله حتطلع هيك جمالها ام الشجرة، كلش حلوة. شوفوا يعني شغلها كلش بسيط، وما حبيت اخلي بيها كريم وهواية، يعني تعرفون انتو الكريمات كلها دهون، فاني اخلي شي قليل كريم. هذه هم مال عيد ميلاد بالتوفي والفستق الحلبي. طبعا محشتها فستق حلبي مو بس على الوجه، داخل جوز وفستق حلبي، كلهن محشايات جوز وفستق حلبي. الله شاهد حتى مال رأس السنة. وخليت النكهة مالتهن رطبتها بالتوف العفو بيهن توفي وبيهن مسكافيه وقهوة، اكسر الحلا حتى ما تصير حلوة،
لأن عندنا كريمة الويبو كلش حالاتها قوية، فأني أكسرها بالمرورة، أخلي قهوة أو نسكافيه أرطب الكيك. اللي يحب يراجع الفيديوهات مالتي يشوف شلون أرطب الكيك. فأني ما أخلي مي وشكر حتى للكيكة تصير حلوة كلش، فما تعجبني. دائما أكسر الحلا بالمرورة. طبعا هذا الموديل دزوليا ما توقعت هيك جمال الحصير، كلش حلوة. طبعا الأخضر يصير بمرورة اللون، فأني حاولت أخفف اللون، ما سويت طوخ، وخليت نكهة التوفي ويا اللون خبطت، قلت حتى تصير بمرورة، والحمد لله ما صار بمرورة الخضار. كلش طيب، لأن أني أتذوقه قبل لا أخليه على الكيك. أي شي اللي أسوي يطلبون مثلا من عندي ألوان أتذوقه، يلا أخلي له نكهة، يلا أشتغله، مو أجي رأسا أشتغله، لأن أصير بيه أمرورة الألوان. هاي الكيكة البيضة هم كلش عجبتني. خليت لها هاي القصب بنكهة الفانيلا. هاي القصب بليض، هذا ترى مو مبروش، قصب بيض، نكهة الفانيلا كلش طيبة ومو يابس هش، طعمه فشي خبل. وخليت هاي النجوم بعجينة السكر اشتغلتهن، وهاي الاستيكرات. ان شاء الله عجبكم فيديونا حبايبي لهذا اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك والدعم بالقناة، وانتظرونا فيديوهات جديدة وافكار جديدة ان شاء الله. مع السلامة حبايب قلبي.